بعد حلقه سيد عبد الحفيظ مع احمد عفيفي والزنقه اللي زنقها له، بدا يصدر الاهلاويه فكره ان شادي حبشي يعني عنده نفس ثقافه احمد عفيفي، وان هو هيطلع في المقارنات ويبدا يزنق اي ضيف زملكاوي. الولد فعلا بدا يلبس بدله سوداء او لونها غامق ويطلع يعمل مناظرات برضو مع ابراهيم فايق. المشكله ان كل ما يتزنق هيبدا يقول ان دي مشكله اتحاد كوره، دي مشكله لوائح، دي مش ازمه بالنسبه للنادي الاهلي. وفي الاخر هنرجع اللي هي نفس النقطه اللي وصل فيها سيد عبد الحفيظ لما قال له انا جامد، فاحمد عفيفي قال له ما هي المشكله ان انت معاك المقومات اللي مخلياك جامد. فيا استاذ شادي، ما هو احنا عارفين ان انت جامد، عارفين ان انت ما عندكش مشكله، المشكله عندنا احنا بسبب اللي بيحط اللوائح. لما شادي اتسال عن ازاي حسين الشحات يضرب لاعب ويسيب الدين فيدوي في ماتشين 2، وامام في ماتش تاني بتاع اصلا ناشئين اتوقف 12 ماتش، قال ان اللائحه بتقول كده. فاحنا مشكلتنا مع اللي حط اللائحه فعلا انه بيجاملك انت وما بيجاملناش احنا بس. فانت جامد معلش.